حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم صفعة قوية في مستهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين نظيفين. هذه الهزيمة دعت أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا لشن هجوم حاد على اللاعبين، مشددا على أن هذا الفريق أضاع هيبة منتخب التانغو للدرجة التي جعلته يشعر بأن فريق مملكة تونغا قادر على الفوز عليه، مؤكدا أن اللاعبين أهانوا قميص المنتخب. يأتي هذا الموقف الساخر في وقت أظهر فيه ليونيل ميسي نجم المنتخب وبرشلونة موقفا مغايرا وأبرز وجها قياديا أمام اللاعبين في غرفة خلع الملابس عقب المباراة. وتصرف ميسي بنضج واضح ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة ولم يهرب مثل ما كان يفعل في مرة سابقة. وقال ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراغواي، نحن جميعا على نفس الخط ويجب علينا العمل بمسؤولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة.